مسافه ما طلعنا الفاصل ورجعنا كان في اشاعه تانية طلعت بتقول ان بكره ما فيش بنزين وهنحتاس ومش هنعرف نمون ومش هنعرف نتحرك، وكل ده ملوش اي اساس من الصحه، الامور كلها طبيعيه وما فيش اي مشكله نهائي. وخلينا نبتدي بالسؤال ده، يعني فكره انه استغلال الموقف علشان الترويع باشاعات من النوع ده. قبل ما اسالكم طبعا نازلين بكره ونازلين ولا لا ونازلين ليه؟ هو بس يعني ملاحظ في الفترة الأخيرة استخدام فزاعة الاقتصاد المصري وانهيار الاقتصاد المصري بطريقة شديدة جدا. احنا ما بنقولش ان ما فيش أزمة اقتصادية، ما بنقولش ان في قطاعات حصل فيها أزمة بسبب الثورة، لكن في المجمل طبيعي في هذه الفترة من فترات تغيير الشعوب وتغيير الدول ان يحصل هزة اقتصادية، ده شيء طبيعي. لكن هي هزة تميت الدولة أو تقتل الاقتصاد المصري غير صحيح. اتكلموا كتير على نقطة إن الاحتياط النقدي المصري خلاص بيخلص. طب ما هو أصلا الاحتياط النقدي معمول لفترات الأزمة دي أصلا، دي شغلته يعني. فيعني إن هو اتصرف منه مش عارف 20 مليار ولا إيه الكلام دوت. طب ما هو الطبيعي إن هو يتحط في الفترة دي، يضخ في السوق المصري والاقتصاد المصري في الفترة دي عشان يثبت الاقتصاد المصري. ده دور الاقتصاد. شفنا افتعال أزمات كتيرة زي أزمة السولار مثلا، أزمة مفتعلة وخلصت على طول لما الناس قالت إن هي أزمة مفتعلة خلاص، يعني ما عادش ليها جدوى فبتاعت. موضوع دلوقتي البنزين، موضوع الأمن، يعني حاجات كتيرة بتقول إن في محاولة لخلق فزاعة اسمها فزاعة الاقتصاد ينهار. أعتقد إن أكبر دليل على أن الثورة المصرية كانت خيرا على الاقتصاد المصري هو ان وزير الزراعه بيتكلم ان احنا هنكتفي ذاتيا من القمح في اول سنه للثوره. هو محصول القمح السنه دي غير يعني كل سنه يعني ده كأن ربنا كان يعني عارف انه ده اللي هيجرى. بالظبط. نفخ في صوره محصول القمح. الحاجه الثانيه ان الشباب اللي بيتقال عليهم ان هم هيبوظوا البلد هم الشباب اللي نفسهم اللي قاموا بمبادره موضوع البورصه المصريه وعدم انهيار البورصه المصريه. البورصه المصريه بعد خروجنا من ميدان التحرير اهتزت يوم واحد، ده ما حدش كان متوقعه. يوم واحد، تاني يوم كان السهم الاخضر يسيطر على المعاملات. صحيح. طيب باشمهندس طارق، يعني بغض النظر عن الاقتصاد هل احنا يعني اتعلمنا فكره ازاي نتعامل مع الاشاعات اللي بتظهر في الاوقات اللي زي كده، ولا لسه بنتخض منها وبتاثر فينا؟ هو انا شايف ان احنا اكتسبنا خبره، بس هل الخبره كافيه ولا لا؟ ما اقدرش اقول ان هي كافيه. يعني هي لسه الاشاعات بتطلع ولسه بتخوفنا، ولسه بمناسبه محصول القمح اللي حضرتك قلتي عليه، في اشاعه ثانيه لما طلع السولار ان السولار بما انه مش موجود فاحنا مش هنعرف نحصد محصول القمح وهيروح علينا. فالاشاعات لسه عماله بتطلع واحنا عمالين بنتاثر بيها. بس اكتسبنا خبره، اي نعم. بقينا عارفين ان احنا فعلا الاشاعه بقت بتطلع وتختفي في ساعتها اعتقد يعني. طيب ندخل في لب الموضوع. نازل بكره ولا لا؟ يعني نازل بكره ولا لا؟ ممكن اختلف في النقطه دي، لان انا اصلا انا ضد الدعوه لبكره. بس حته ان انا هنزل ولا لا، احتمال انزل. يعني انا احتمال انزل لاسباب كتير، مثلا من ضمنها البيان بتاع المجلس العسكري اللي كان بيقول ان الشباب ان يحموا الميدان. فانا ممكن انزل بس لمجرد حمايه الميدان، مع اختلافي الشديد مع الدعوه لبكره يعني. طيب انت مختلف مع الدعوه للرجوع للميدان والاعتصام، ولا لمجرد الدعوه المليونيه والمطالب المرفوعه؟ لا، مع الدعوه للرجوع للميدان والاعتصام. وانا مش مختلف مع المطالب المرفوعه لان هي بالنسبه لي بصراحه غامضه جدا. بس معلش حضرتك قلت مع الدعوه للرجوع للميدان والاعتصام. انا مختلف مع مختلف مع الدعوه للرجوع للميدان والاعتصام. وما اقدرش اقول ان انا مختلف مع المطالب، لان انا مشكلتي الرئيسيه ان المطالب بالنسبه لي مطالب غامضه ومتعدده. يعني لو كنت لقيت مجموعه مطالب، احنا كنا طول الوقت واحنا في الميدان كان في مجموعه مطالب عامه بتدور، وفي نفس الوقت بيبقى فيه مطلبين او ثلاثه شاذين يعني ممكن الناس تختلف عليهم او تتفق. انما بالنسبه لبكره بالذات انا مشكلتي ان انا حاسس مش عارف ايه المطالب بالظبط. تمام. بس انت قلت حاجه في منتهى الاهميه، انه حتى اللي مش موافق على المطالب دلوقتي بقى عنده دور تاني، انه يحمي الميدان. يحمي الميدان. صحيح. طيب يا دكتور.
انا نازله طبعا. انا بس عايزه اوضح كلمه صغيره في الاول. انا كنت من 4 ايام بس بدعو على صفحتي على الفيسبوك. مش بدعو بس، انا قلت اني مش نازله، وكنت ضد النزول. كنت ضد النزول لاني كنت ضد فكره لفظ الثوره الثانيه، وكنت ضد النزول لاني كنت شايفه ان المطالب مش واضحه. بس الحقيقه المجلس العسكري استطاع يعني وبضراوه ان هو كل يوم اكتر من يوم يقابله يقنعني بفكره النزول. المجلس العسكري بالتصرفات اللي عماله تحصل، اخرهم بيان النهارده. يعني بيان النهارده ده قطع الشك باليقين بالنسبه لي ان لازم هنزل لنفس السبب اللي قاله طارق مثلا، اني احمي الميدان. لما وقت السفاره الاسرائيليه لما الاقي فيديو ايا كان، انا ضد طبعا اختراق السفاره الصهاينه، لكن مش معنى كده اني الاقي الناس اللي اتمسكوا ضابط بيقول لهم اركع على ركبك يا ابن كذا. لا، انا لما طالبت بالحريه طالبت بالحريه للمدان قبل الثوار. انا طالما الشخص ده لسه لم يثبت عليه التهمه، وان ثبتت عليه التهمه انت مش من حقك انك تتصرف معاه تصرف غير ادمي، ان انت تقول له انزل على ركبك وتشتمه. واحنا لسه في 4 شهور من الثوره، لسه مصر الثوره 4 شهور بس، ولسه لفظ الثوره بيتقال كل يوم، وابتدينا نتعرض تاني لانتهاكات ضباط الشرطه وانتهاكات الامنيه عموما بقى من ضباط ايا كان هم مين، شرطه عسكريه او شرطه. لما يحصل انتهاكات دي واحنا لسه في 4 شهور، يبقى في حاجه غلط بتحصل، يبقى الثوره مش ماشيه في اتجاهها الحقيقي.